يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكبر والحسد هما داءان أهلك الأولين والآخرين، وهما أعظم الذنوب التي عصي بها الله أولا، فإن إبليس استكبر وحسد آدم، وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد أخاه، ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام، كما أن الشرك ينافي الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر كحال فرعون وملئه، ومن أسلم وجهه لله حنيفا فهو المسلم الذي على ملة إبراهيم الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. جامع الرسائل لابن تيمية رحمه الله.